الست كانت لسه مخلصة ميك اب وناوية تخرج، وفجأة نقطة سائل وقعت على وشها. اتنرفزت ورجعت البيت بسرعة علشان تشوف ايه اللي حصل، لكن لما وصلت اكتشفت انها طلعت دقن. بسرعة جابت ماكينة الحلاقة وشالتها، لكن بعد ثواني الدقن طلعت تاني. الست اتصدمت تماما. مسكت مقص، وكل مرة الدقن كانت بتطلع كانت تقصها على طول. في اللحظة دي المعجب بيها جه ومعاه ورد، ولما شافها ماسكة مقص كبير افتكر انها في خطر. جري على بابها فورا، ولما محدش رد ركل الباب وفتحه، لكن ما كانش في حد جوه. الست ما كانتش عايزة المعجب يشوفها بالشكل ده، فلفت نفسها بالكامل وخرجت. بس المعجب القلوق جري وراها وافتكر انها شخص مشبوه، وفضل يطاردها من غير ما يسيبها. الست حاولت تهرب بس لقت نفسها في طريق مسدود، ولما كانت هتقع الراجل مسكها من دقنها، ولما شاف وشها كويس اتصدم صدمة عمره. علشان يكسب قلبها المعجب جابلها كريم إزالة شعر مخصوص، وساعتها كانت دقنها بقت سحبة على الأرض من طولها. الست ما صدقت نفسها وحطت الكريم فورا، وبالفعل الدقن اختفت في لحظة. الست فرحت جدا وجريت تحضنه من الفرحة، بس ما خدتش بالها إن على إيده لسه في شوية من الكريم. أول ما لمس شعرها كل شعرها وقع في ثانية.